بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهت مباراة القمة بفوز ساحق للنادي الأهلي، برغم إن هي مباراة الشوط الأولاني مباراة الغمة أو الغمة، اللي هي الاتنين بيقدموا أسوأ أداء، إلى أن تدخل المعلم الضغوف البروف فيريرا وأتحفنا بأحلى تغييرين قلبوا المباراة لصالح النادي الأهلي. أنا معرفش أنت التغييرين دول جولك إزاي؟ أنت المباراة سجال، ولا لا أنت بتهاجم ولا هما بيهاجموا، والكرة ميتة في نص الملعب سواء ليك ولا عليك، والدنيا يعني كان كبيرها تعادل يعني بالميت خالص، مفيش حد هيكسب، لا الاهلي فايق ولا الزمالك فايق، والكل الكوره كلها محصوره في نص الملعب، الى ان حط بصمته فيريرا البروف الضغوف اللي لازم يغور في دقيقه، ده قولا واحدا. وقام جاي منزل الزناري، وقام جاي منزل عمر جابر مكان المسلوسي ومكان عمرو السيسي. طب عمرو السيسي احسن واحد في نص الملعب، في واحد تاني اسمه الهجاص اللي اسمه دونجا، وابو الهجاصين امام عاشور. ما طلعتش واحد من دول ليه؟ ما طلعتش، ده ما فيش باص لدونجا صح. يعني الحاجه الوحيده اللي الشوطه اللي شاطه، وان الله يحب المحسنين، انما باص قدام مقطوع، كله الباص لورا، وعمال يضحك على الناس ويضحك على جماهير الزمالك، وانا هو انا هو انا هو. المهم، شايف من اول الشوط مصطفى شلبي مش فايق، فين تدخلك؟ الجزيري مش فايق، زيزو مش فايق، امام عاشور مش فايق، واخد بالك؟ لازم كنت تتدخل، لازم على طول من اول الشوط الثاني، والله من بعد ربع ساعه من الشوط الاولاني اشد مصطفى شلبي وانزل نيمار وانزل اسامه نبيه، وبعد كده عشان ابدا اعمل انت اللي عايز المكسب مش كولر. كولر بيلعبك على ان هو ما يخسرش ويخلي الفرق الخمسه بونت. انت اللي ازاي يعني التفكير الجهنمي اللي جالك، ازاي انا عايز اخسر المباراه دي؟ طب انا لغايه دلوقتي متعادل ومفيش اي خطوره عليا وعادي جدا. انت حقيقي كهربا خلاص كده الدوري ضاع، اتنقل من الجزيره المتعوبه، واللي هيقول لي غير كده حتى لو كولر ده ما عندوش فكره، حتى لعيبه الاهلي مش هتخسر تاني. انا قلت الكلام ده، طالما لعيبه الاهلي مسكت اسمع اللي بقول لك عليه. انت بقى الحزن والهم هيجي بقى النادي الزمالك، ويطلعوا يقول لك السحر، ويطلعوا يقول لك الصفقات، ويطلعوا يقول لك المدرب، ويطلعوا اخر حاجه هيقولوها المدرب. انما لا، المدرب يسال عن الكلام ده كله، عن الصفقات وعن التشكيل وعن التغيير وعن طريقه اللعب وعن كل حاجه. انا بكلمك بمنتهى الامان، النهارده الضغوف هو اللي بيدي الفوز للنادي الاهلي. انا قلت لكم لغايه قبل ما الجون يجي الاولاني المباراه ميته، لا هنا هيكسب ولا هنا هيكسب، مفيش اي بوادر. ولكن ازاي يصعب عليه البروف؟ لازم احط بصمتي، حط بصمته. ايه الميزه انك تنزل عمر جابر؟ ايه الميزه انك تنزل الزناد؟ يعني قول لي، مفيش هجمه عليك، وبعدين تلعب بثلاثه وتشيل عمرو السيسي اللي هو كان الوحيد اللي بيضغط والوحيد اللي بيقطع والوحيد اللي عامل شكل، والاثنين التانيين عمالين يهجصوا اللي هو دونجا وامام. وطبعا برضه هعذر زيزو لان مفيش حد بيلعبه، لا المسلوس قبل ما يطلع ولا عمر جابر لما نزل، واخد بالك؟ يعني انا بصراحه النهارده بقول ان انت خدمت كولر خدمه العمر، خدمت النادي الاهلي خدمه العمر. النهارده النادي الاهلي بيفنش الدوري من ماتش النهارده، وانت السبب. يضغف انت مالكش اي تواجد هجومي، عشان بس الناس اللي بتقول لك ايه، لا 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 ده البروف. فين البروف؟ ده ما ضيعش، ده احنا ما شفناش الشناوي ما شفناهوش، لان بيلعب بطريقه عقيمه. وقلنا الكلام ده من السنه اللي فاتت، ده هي كانت ماشيه والمكنه مطلعه ماشي، الناس تقول لك لا 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 ده بيعمل من الفسيخ شربات، يا لا 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 لا. والله من السنه اللي فاتت وهي كورته عقيمه، بس كان بيكسب لان كان في حظ، كان في اللعيبه ايديها في ايدين بعض، كان في ما كانش في ظلم، ما كانش في حاجه اسمها لا، كان في حاجه اسمها العداله. انما السنه دي ما عندوش عداله، هو مش شايف اصلا، يعني هو لا عداله ولا من غير عداله، هو مش شايف. حتى اللعيبه اللي هي الصغيره اللي كانت عامله له شكل قعدوا مفترى عليهم، وبيلعب لعيبه اقسم بجلاله الله ما يلعبوا. يعني سيف فاروق جعفر ده لازم يلعب، نيمار لازم يلعب، يوسف اسامه نبيل لازم يلعب، زي ما بتلعب وتدي
حسام عبد المجيد، كانت الناس دي لازم تلعب. انما انت لعبت مصطفى شلبي النهارده حرقته، انت كده قضيت عليه، مات. لعبت النهارده عمرو السيسي موته. لا ودونجا ما بيعرفش. المهم يعني هنقول مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك. يعني جات لكم خدمه العمر من الضغوف. الضغوف النهارده خدمكم خدمه العمر. انت لغايه قبل التغييرات والله المباراه عاديه جدا واقل من العاديه، وخلاص كله ارتضى ان هو تعادل، بس التعادل في مصلحه النادي الاهلي لان كان هيحافظ على فرق ال5 نقاط. انما هو لا، انت المفروض تكسب عشان انت تقلل العدد ده. انما هو ما عندوش الكلام ده، ما جاش في دماغه الكلام ده ولا هيجي في دماغه. هو بس طالع بس انه واقف لي وعامل لي كده ومش مركز في الملعب. على العموم مبروك للنادي الاهلي، مبروك الدوري، مبروك. يعني انا بتمنى ان الراجل ده يفضل يكمل كده عشان يعني يتهرش على الاخر. جمهور الزمالك بقى يعني هو بقى اللي ايه، يروح على النادي ويقول لك ده لازم يمشي. جمهور الزمالك يعمل يعني وقفات كتيره ان الراجل ده لازم يمشي، مش مجلس الاداره يمشيه. وانا لو مجلس الاداره ما مشيهوش، لان ده خساره ان ياخد شرط جزائي، اقسم بجلاله الله ولا دولار ياخدوا شرط جزائي. عايز يمشي هو مع السلامه. انت كمجلس اداره لا، انا متمسك بيه لغايه ما هو يقول لك خلاص، يا يخلص عقده على خير وما ياخدش شرط جزائي، يا اما مع السلامه هو يقول لك لا انا مش هكمل والسلام عليكم، مش عايز فلوس. غير كده والله ما ياخد جنيه. خساره في جتته ان ياخد دولار من نادي الزمالك. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لجهازه الفني، واشوفكم ان شاء الله في مباراه قادمه باذن الله. سلام عليكم.